ربما غادي تستغرب إلا قلت لك يمكن لك تخلص من الدهون وانت ناعم. باش تفهم الموضوع كمل الفيديو حتى الأخير باش تعرف كل شيء على هذه القضية. كلنا تنبغيو تكون عندنا فورمة زوينة، لكن أغلبيتنا ما تيبغيش يخدم على جسم باش يحصل على داك الشيء اللي تطمح ليه. أكيد النعاس ما تساعدش باش تولي عندك فورمة زوينة، لذلك هذا الفيديو غادي تحقق فيه المستحيل وغادي نجمعوا فيه بين النعاس وفقدان الوزن. أول حاجة خاصك تعرف عزيزي المشاهد أن النعاس يعزز عملية الأيض، اللي هي العملية اللي تتم فيها تحويل الغذاء إلى طاقة، وتعتبر معدل الأيض هو معدل الطاقة اللي تحتاج الجسم للحفاظ على عمل أعضائه في وقت الراحة دون مجهود، وهو المعدل المسؤول عن فقدان الوزن في الجسم. لذلك إذا ارتفع معدل الأيض تزيد من قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون، وبالتالي تنقص الوزن. أما لنخفض معدل الأيض تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة. داكشي علاش تلقاو بعض الناس ياكل اللي بغاو وقت اللي بغاو وبدون حصص رياضية وما تتزادش في الوزن تاعو. العضو المسؤول على هذه العملية العجيبة هي الغدة الدرقية اللي على شكل فراشة في عنقك، وهي محطة لتوليد طاقة لعملية الأيض لتترسل الهرمونات لتتحكم في قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية اللي تناكلوها. خاصك تشحن الآلية طبيعية للجسم لحرق الدهون عبر منح الجسم ما يرغب فيه من الأغذية الغنية باليود والزنك والسيريليوم. هذه المواد تلقوها في الملح المعالج باليود بالأعشاب البحرية واللحوم والفواكه البحرية والجوز البرازيلي. شرب الماء تعزز عملية الأيض عندك بنسبة 10 إلى 30%، وخاصة لك الماء بارد. تقول دراسة علمية أن شرب الماء البارد تجعل الجسم تاعك يحرق المزيد من السعرات الحرارية باش يسخن الماء ويوصله لبطنك دافئ. غادي تكون 6 إلى 8 كؤوس تاع الماء يوميا كافية لتحسين عملية الأيض لديك. الاستحمام بالماء البارد، إذا كان الماء اللي تتعوم به أقل من 21 درجة غادي يحاول الجسم تاعك يسخن راسو، بالتالي غادي يحرق بزاف السعرات الحرارية، وهكذا غادي نكون تخلصنا من كثير من السعرات الحرارية من خلال الاستحمام. النوم، هذه المعلومات كاملة غادي تعاونك باش تحرق السعرات الحرارية وانت ناعس. النعاس لمدة 8 سوايع كافية بوحدها لحرق 300 سعرة حرارية. إلا ما خديتيش وقت كافي من النعاس الجسم تاعك غادي يحتاج للمزيد من الطاقة، بما أنه ما غاديش ياخدها من النوم، غادي يقلب عليها في الأكل وغادي يخربق الهرمونات تاعك، ويبدأ الجسم في إنتاج هرمون الجوع بشكل أكبر وهرمون الشبع بشكل أقل. تخفيض حرارة غرفتك، غادي يحتاج الجسم تاعك إلى المزيد من الطاقة باش يبقى دافي. الطاقة تعني السعرات الحرارية، إذ أن كلما كان جسمك بارد كل ما حرق سعرات حرارية أكثر. أحسن طريقة باش دير هادشي هو تخدم الكليمة على 18 درجة مئوية. غادي يقوم الجسم تاعك بتسخينك وحرق سعرات حرارية. حرص على أنك ما تتغطاش بشي حاجة سخونة، وهكذا ما غادي تكون ربحتي والو سوى ضيعتي فاتورة الكهرباء. أخذ مشروب فيه طاقة كل صباح. ما تنقصدوش تاخذ قهوة نص نص لعامرة كريم وحليب، لكن تنقصدو قهوة كحلة عادية، فهي قادرة على تعزيز عملية الأيض عندك ومساعدتك على حرق الدهون ملي تكون تكي في فراشك. تقول واحد الدراسة أن الكافيين الموجود في القهوة يعزز عملية حرق الدهون بنسبة 29% عند الناس النحاف و10% من الدهون عند الناس تخان. تبديل الزيت المستعمل في الطبخ، لا تقلل استعمال الزيت في الطبخ، بل استبدل زيت المائدة العادي بزيت طبيعي مثل زيت الجوز الهندي أو بذور النخيل. إضافة المزيد من التوابل الحارة، تحتوي هذه المادة الحارة على مادة سميتها الكايسيسين، تتخليك تتبغي تشرب الحليب ملي تتحس بالمذاق الحار. هادشي تساعدك على تسريع عملية الأيض عندك. كل وجبة تتعاونك على حرق 10 سعرات حرارية إضافية، كيف ما تتخفض الأغذية الحارة من شهيتك وغادي تحس بالشبع لمدة طويلة. استعمال خل التفاح في تتبيل الطعام،
تبتات واحد الدراسة أن الناس اللي تستعملوا خل التفاح إلى نظامهم الغذائي يتناولون 200 سعرة حرارية أقل في كل يوم، لأن التفاح يلغي الجزء من الدماغ الذي يتحكم في شهيته. داكشي علاش ما تنحسوش بالجوع بزاف، كيف ما تخفض من نسبة الدهون في الجسم. لذلك زيادة ملعقة كبيرة من خل التفاح في شلاضة مهم في زيادة عملية الأيض لديك. تناول الكربوهيدرات. الكربوهيدرات تستعملها عضلاتك لتسريع عملية الأيض لديك. ها كيفاش تتوقع العملية. نفترض كليتي بواطة من سباكيتي اللي تحتوي على كربوهيدرات مركبة. هاد الكربوهيدرات يفككها الجسم إلى سكر لتعطيك الطاقة. إلا ما تمش استهلاك السكر كطاقة غادي تخزن على شكل دهون. في حالة كنتي تتمارس رياضة حمل الأثقال غادي تستعمل السكر كطاقة باش تمارس التمارين تاعك. تتناول الرياضيي حمل الأثقال 50% أكثر من الكربوهيدرات باش تعطيهم طاقة باش يهزوا الثقل، وتتكون عملية الأيض عندهم أسرع بنسبة 14% أكثر من المعدل العادي. تناول البروتينات. يحرق جسمك سعرات حرارية لمعالجة البروتينات أكثر مما يفعل عندما يفكك الكربوهيدرات والدهون. مثالا على ذلك، عندما تتناول 200 جرام من صدر الدجاج ستحصل على 330 سعرة حرارية. سيحرق جسمك 99 من هذه السعرات الحرارية في عملية الهضم وحدها. تساعدك البروتينات في بناء كتلة عضلية في جسمك، وهذه النقطة تستلزم إلى أنك خاصك تمشي إلى النادي الرياضي. تنعرف أن الهدف تاعنا هو خسارة الوزن خلال النوم، لكن تسنى حتى تسمع هادشي اللي جاي باش تفهم. لما مارستيش تمارين مع تناول البروتين غادي تحول بروتين داخل إلى جسمك إلى دهون. بالرغم أن تناول بروتين صحي، لكن يجب التحكم بما يفعله جسمك به من خلال القيام بتمارين رياضية لبناء العضلات.